السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين الكرام متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنشوف توقعات الحمل بتاريخ 15/1/2026، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي اعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصل كل ما هو جديد أصحاب برج الحمل. على الصعيد العام، انت يا حمل داخل فترة مش عايز اندفاع، عايز وعي. مش كل حاجة تتحل بالجري، ومش كل مشكلة لازم تدخلها علشان تثبت قوتك. الفترة دي يا حمل بتكشف لك حاجة مهمة، ان قوتك الحقيقية مش في الصوت العالي ولا في القرار السريع، لكن في انك تعرف امتى تقف وامتى تتحرك. كمان في تغيير داخلي حاصل، يمكن مش باين للناس بس انت حاسس بيه قوي. نضج بيكبر جواك، وخليك فاكر يا حمل اللي بيتغير جواك مش بيرجع زي الأول. في علاقات حواليك يا حمل بتختبر صبرك وحدودك، مش علشان تكسر أعصابك، لكن علشان تتعلم تقول كفاية من غير ذنب، من غير خوف. في باب كان مقفول بس مش هيتفتح بالقوة، هيتفتح لما تهدى وهتفهم الرسالة اللي وراه. الحياة مش بتعندك يا حمل، هي بس بتعيد ترتيبك. كمان طاقتك عالية، بس المرة دي مش طاقة هجوم، دي طاقة بناء. لو استغلتها صح هتحط أساس لحاجة طويلة، مش مجرد لحظة حماس. نصيحة الصعيد العام بتقولك يا حمل انت مش محتاج تثبت انك قوي، انت محتاج تحافظ على قوتك. اللي بيعرف يهدى في الوقت الصح هو اللي بيكسب في الآخر. أما على الصعيد العملي، في الشغل انت يا حمل داخل مرحلة اختبار عقل مش عضلات. مش مطلوب منك تجري أسرع من الكل، مطلوب منك تختار الاتجاه الصح. في ضغط حواليك، ناس مستنية منك رد فعل، وقرارات محتاجة هدوء أكتر من شجاعة. خليك فاهم إن الهدوء دلوقتي مش ضعف، ده سيطرة. كمان في فرص بتتقفل وفرص بتتفتح، والفرق بينهم إنك المرة دي يا حمل مش هتاخد أي حاجة وخلاص. أنت بتقيم وبتحسب وبتشتغل بعين مفتوحة. لو بتدور على ترقية أو تغيير مكان، الإشارة موجودة، بس محتاجة صبر ذكي مش استعجال. اللي جاي في الشغل مش سريع بس ثابت، وده اللي انت يا حمل محتاجه دلوقتي. كمان في شخص في بيئة العمل بيختبر حدودك، مش علشان يستفزك لكن علشان يشوفك هتتصرف ازاي. ردك الهادي هيقلب الموازين لصالحك. رسالة العمل بتقولك يا حمل مش كل خطوة جري، أحيانا خطوة محسوبة تسبق ألف اندفاع. خليك قائد مش مقاتل بس. أما على الصعيد المالي، الفلوس يا حمل دلوقتي محتاجة ذراع قوي وعقل ذكي، مش بس حظ وشطارة. في فرص جديدة جاية بس محتاجة تقييم قبل أي خطوة. ممكن تلاقي عرض مغري أو مشروع بيغيرك، لكن قبل ما تقول تمام اسأل نفسك وقول ده صح العمر طويل ولا مجرد وهم سريع. في وقت تستثمر فيه طاقة في شغل جانبي، مش لازم كله يروح في مكان واحد. التوازن بين الإنفاق والادخار هيفرق جدا في آخر الشهر. كمان حاول تبعد عن أي مخاطر كبيرة، خليك ذكي حتى لو مغريات كبيرة عليك. ممكن كمان تظهر لك مصادر دخل جديدة مش بشكل واضح في البداية، لكن لو ركزت هتشوف الطريق اللي هتحس بيه دلوقتي، مش مجرد أرقام على ورق. ده إحساس بالسيطرة على مصيرك المالي، وده أهم حاجة ليك يا حمل. رسالة المال بتقولك يا حمل خليك واعي بكل خطوة مالية وما تستعجلش. فرص كبيرة جاية بس محتاجة صبر وعقل مفتوح. النجاح المالي مش صدمة مفاجأة، ده نتيجة اختياراتك الدقيقة والهادية. أما على الصعيد العاطفي، النهاردة يا حمل قلبك مليان حماس وبتحس بالحب بعمق، مش بس علاقة أو كلمة حب، ده إحساس كامل، إحساس بيخلي كل لحظة حواليك ليها معنى.
لو انت مرتبط، العلاقة محتاجة شوية اهتمام صادق ومفاجآت صغيرة. الحركة البسيطة دي ممكن تفتح أبواب جديدة من الحميمية والثقة. كمان ممكن تحس إنك محتاج تسمع شريكك أكتر وتاخد وقتك في التواصل بدل أي اندفاع أو قرارات متسرعة. ولو أنت عازب، اليوم مليان فرص تعرف ناس جديدة. مش كل حد يبان لك مناسب حقيقي. ركز على اللي يخليك تحس بالأمان والانسجام، مش بس الإثارة أو اللحظة. مشاعرك النهاردة عميقة وشفافة، وممكن كمان تكتشف جوانب جديدة في نفسك تخليك تعرف انت عايز ايه فعلا في الحب. كمان الحمل النهاردة عنده قوة داخلية تخليه يعبر عن نفسه بطريقة صريحة وواضحة. ده هيفتح لك قلب الآخر أكتر ويخليه يقدرك بصدق. خليك صبور على نفسك وعلى مشاعرك، واستمتع بكل لحظة، لأن الحب الحقيقي مش دايما في الأحداث الكبيرة. أحيانا في التفاصيل البسيطة اللي بتحسسك بالأمان والدفء. رسالة الحب بتقولك يا حمل، خليك صادق مع قلبك ومقدر لكل مشاعر صغيرة حواليك. اليوم فرصة إنك تبني علاقة أقوى أو تكتشف إحساس جديد في الحب. اللي يقدر يشوف قلبك اليوم هيكون مستعد يمشي معاك خطوة بخطوة. أما على الصعيد الصحي، النهاردة يا حمل جسمك وعقلك محتاجين توازن أكتر من أي وقت. ممكن تحس بتعب بسيط أو ضغط داخلي من نشاطك الزيادة. خد وقتك وارتاح وما تستعجلش أي حاجة. الراحة مش ضعف، بالعكس هي قوتك علشان تجدد طاقتك. كمان لو بتتابع نظام أكل أو رياضة، النهاردة فرصة ممتازة تكمل بخطوات ثابتة. حاول تزود شوية حركات خفيفة أو تمارين تنفس. ده هيخلي دماغك صافي وجسمك مرتاح، واللي حواليك هيلاحظوا نشاطك وحيويتك. الضغط النفسي محتمل يظهر في شكل توتر أو صداع. خليك واعي لنفسك وحاول تتجنب أي مصادر ضغط مش ضرورية. ممكن تعمل تمارين استرخاء أو تمشي في مكان هادي. ده هيساعد جسمك على إنتاج طاقة إيجابية ويحافظ على حيويتك. خلي جسمك ومخك يتنفسوا مع بعض. كمان ركز على شرب المية بكميات كافية وحاول تنام نوم هادي ومنتظم. الصحة مش بس جسد، ده عقل وروح كمان. كل لحظة تهتم بنفسك فيها هي خطوة تقربك من توازن كامل. رسالة الصحة بتقولك يا حمل، مهما كانت الضغوط حواليك خليك دايما فاكر إن الاعتناء بنفسك هو أساس القوة. ومهما الدنيا تعبتك، يومك النهاردة فرصة تبني جسم وعقل وروح أقوى. أما على الصعيد الدراسي، النهاردة يا حمل عقلك في أعلى نشاطه ومستعد يمسك أي فكرة جديدة أو مشروع دراسي كان مؤجل. ممكن تحس بطاقة غريبة تجذبك للتعليم أو لاكتشاف حاجة جديدة. التركيز محتاج شوية صبر وتنظيم، مش مجرد اندفاع وحماس. لو رتبت جدولك خطوة بخطوة هتنجز أكتر ما تتخيل. كمان مفيش داعي للتوتر لو واجهت صعوبات، ده طبيعي وممكن يكون وسيلة للتعلم مهارة جديدة. خد وقتك وتفهم كل حاجة كويس قبل ما تكمل، مش تحاول تلحق على أي حاجة بسرعة. التفاصيل الصغيرة النهاردة هي اللي هتفرق معاك وتخلي مجهودك قوي وملموس. ممكن تواجه تحديات في المذاكرة أو المشاريع الجامعية. حاول تكون صبور وتتعامل مع زملائك بعقل ومرونة. التواصل الجيد وتبادل الأفكار هيفتح لك أبواب وفرص جديدة. خليك متفائل وخليك واثق إن كل تعب هيتحول لنتائج ملموسة. لو في امتحان أو عروض تقديمية، النهاردة فرصة ممتازة تتحضر كويس وتظهر قدراتك. ركز على كل ما هو مهم وتجنب أي مشتتات حواليك. العقل الصافي والمخطط كويس هو اللي هيخليك تتفوق وتحقق أهدافك. رسالة الدراسة بتقولك يا حمل، خليك دايما فاكر إن التعليم مش بس درجات أو نتائج، دي رحلة لبناء شخصيتك ومهاراتك. كل يوم انت بتستثمر فيه وقتك ومجهودك هو خطوة أقوى لمستقبلك. وامتلك يومك واستمتع بكل لحظة نجاح مهما كانت صغيرة. ودي كانت توقعاتك النهاردة يا حمل. انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.